طنط منى لما جات لي كانت محتاجه حاجه انا ما اعرفش اديها لها او اقدمها لها، وصعب على دماغي تديها اي فكره، بس كل اللي اقدر احكيه لكم ان الموبايل مشكله كبيره، الاهمال مشكله اكبر. والنهارده اجازه مفيش كلاينتس، بس مش هستنى حد يجي يستشيرني في النقطه دي عشان اتكلم فيها، ويمكن تبقى اقصر حلقه بس هي المهم بالنسبه لي، وده بالنسبه لي انا مش كتيم للبرنامج. مينفعش تقول لطفل ثانية وتشوفه بيحاول جاهدا يلفت نظر حضرتك وانت مش قادر تسيب المسلسل او الفيلم، او مش قادر تبطل التسكرول، او مش عارف توقف تكست مع حد، عمال يقول يا بابا يا بابا ويا ماما، انت بتقول ثانية او ماشي او طيب بسبب الموبايل اللي في ايد حضرتك. يمكن تشوف الموضوع متكرر، بس لا، الاهمال او عدم الاستماع ليه كذا سبب، والتليفون اللي في ايد حضرتك دلوقتي ده اصعب سبب تتعامل معاه. بس ساعة لما يكون الموضوع مرتبط بالاطفال، الاطفال دول اولاد حضرتك او حضرتك، يبقى معلش يعني لا، انفصال العاطفي الناتج عن الشاشات اكتر من الانفصال العادي اللي هو بالعقل يعني. وانت مش هتحب ابدا ان ابن حضرتك يكبر غير مرئي بيدور على الاهتمام في اي حاجة من اي حد عشان يسمع كلمة حلوة. ادي ابن حضرتك وقت حقيقي لو سمحت. في حلقة لمصطفى حسني من برنامج أسوياء، في الحلقة رقم 27 كان بيتكلم فيها عن سعد ابن أبي وقاص بالظبط، من بداية الدقيقة 15. الحديث اللي النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قاله: إنك انتظر صدق أغنياء خير لك انتظرهم على يتكففون الناس. دعية مصطفى حسني طبعا هيبقى شارح الحديث أحسن من اللي أنا أشرحه لكم. سلام. تفهم أنا بقول إيه؟ خلاص بقى مش مش عايزة أروح أنا، هو بالعافية.